يعطيكم العافية. وصفتنا اليوم رح تكون السباجيتي. المميز بالوصفة الصلصة الحمراء رح نعملها معها، بالإضافة للطريقة الصحيحة لسلق المعكرونة. تعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح أورجيكم النوعية اللي أنا استخدمتها، ممكن تستخدموا أي نوعية بدكم إياها. هلا هون رح نحط الطنجرة على الغاز ورح نحط فيها المي السخنة. مع المي السخنة رح نحط بس الملح، ما رح نحط الزيت، وبهيك حتى تمسك معنا الصلصة كثير منيح مع المعكرونة. بهاي المرحلة ما في داعي انكم تكسروا السباجيتي، لأنها هي أول ما تطرى من تحت لحالها بتنزل بالطنجرة. مدة السلق عنا رح تكون 7 دقائق، لأنه احنا بدنا إياها تقريبا 3/4 الاستواء حتى تكمل استواها مع الصلصة الحمراء. رح أورجيكم القوام اللي احنا بدنا إياه. طبعا كل شوي حركوها، وبهيك تأكدوا أبدا ما رح تلزق معكم. هذا القوام اللي احنا بدنا إياه فيها. هلا هون راح أصفي المعكرونة وراح أكت عليها المي الباردة حتى نحافظ على قوامها ونتخلص من النشا. هذا القوام اللي بدنا إياه. هلا هون راح نحضر الصلصة. راح نحتاج الزيت النباتي، وراح نحتاج كمان بصل مفروم ناعم. أنا هون فرمته على الفرامة، تقريبا استخدمت حبتين بصل، ممكن تستخدموا حبة واحدة زي ما بدكم. بالنسبة للبهارات هون راح أحط الملح بالإضافة للبهار المشكل والفلفل الأبيض. المميز بالوصفة واللي مش لازم تستغنوا عنه هي الأعشاب اللي رح نستخدمها. هون رح نستخدم معلقة صغيرة من النعناع الأخضر الناشف، ومعلقة صغيرة من الزعتر الأخضر الناشف، بيعطي طعم جدا مميز. وراح أستخدم كمان تقريبا 300 جرام من اللحم البقري. في حال ما بدكم تحطوا معها لحم ممكن تحطوا أي نوع من الخضار مثل الفلفل الرومي. راح أحط نفس البهارات اللي حطيتها مع البصل، الملح والفلفل الأبيض والبهار المشكل. هلا هون أنا استخدمت 3 حبات من البندورة، قشرتهم وفرمتهم كثير ناعم على الفرامة. وراح أستخدم كمان تقريبا 3 ملاعق كبار من معجون الطماطم، وراح أقلبهم كلياتهم مع بعض. وبهيك عنا الصلصة صارت جاهزة. ما تتخيلوا نكهتها وطعمها أكثر من رائعة. هون راح أتركهم يتسبكوا تقريبا 5 دقائق. وبهيك عنا بعد ما اتسبكت اللحمة، هون أنا راح أشيل شوي كمية من اللحمة حتى أزين الوجه فيها، ذوق شخصي يعتبر. بهاي المرحلة هون راح أنزل المعكرونة وأقلبها مع الصلصة. طبعا الأفضل أنكم تستخدموا الشوك حتى يكون سهل عليكم أنكم تقلبوها. ما تتخيلوا لونها، يعني هي لونها لسه أغمق من هيك، بس عشان التصوير معطيها شوي لون فاتح. راح أحط كمان هون شوية مي معها، تقريبا راح أحط نص كاسة، وأقلبهم وأغطي الطنجرة وأتركها تتسبك 5 دقائق، وبعدها بطفي الغاز. بهاي الطريقة صبايا أبدا يعني بعد ما تبرد معكم بتضلها محافظة على قوامها، يعني ما بتحسوها بتلزق معكم. شايفين الشكل النهائي؟ طبعا هاي الوصفة من أطيب الوصفات للمعكرونة، وهاي النوعية هي أبسط نوع معكرونة ممكن تعملوه في البيت. بالنسبة للطريقة، هاي طريقتنا القديمة لسلق المعكرونة، وهي أفضل طريقة وأحسن طريقة. بتضلها المعكرونة محافظة على قوامها وأبدا ما بتعجن مع بعض. بهيك عنا الفيديو صار جاهز. بتمنى إنه الوصفة عجبتكم، وبتمنى إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي، ويعطيكم ألف عافية.